من تباوع لشاب عمره 15 سنة 17 سنة أبنائي الله يحفظهم، ديراسل بنية ديراسل فتاة بريئة عمرها 15 سنة ويمثل عليها دور الحب ويمثل عليها دور العشق، ويقعدون يسولفون، يقولها مثلا شهر العسل مالتنا راح يصير باسطنبول ما أدري وين. لك يا شهر عسل وينك وين شهر العسل انت؟ وهذه البنية مصدقة ودا يستغل براءتها، لأنه هاي معتقدة أنه هذا مو كاذب، معتقدة أنه هذا فعلا راح يجي ويخطب ويتزوج، ويقعدون ويقولها راح نخلف، أول ولد راح نجيبه نسميه دريد عيني ومن هالكلام. هنا ما تتفق معاي، طبعا أبوه وأمه ما يدرون بيه، ما يدرون بهذا الشاب ايش دا يسوي. هذا دا يستغل براءة الفتيات. كمل منها، شاف الأجمل تركها وراح للأجمل. بتلاحظ انتقل للأجمل، مثل عليها نفس الدور، شاف الأجمل منها انتقل كذلك للأجمل، وهكذا إلى أن يصل إلى مرحلة الاقتناع بأنه هو كازانوفا الذي تركع أمامه النساء. أسأل بعض الشباب أقول له ليش أنت دا تسوي هيك؟ يقول لي مو عندي مشاعر أريد أفرغها. عجيب، أنت تفرغ مشاعرك في رؤوس بنات الناس؟ يعني أنت ما اكتفيت أنه تقتل براءتك ابني، أنه تقتل براءة بنات الناس أيضا؟ أنت لو كنت صادق معاها وقلت لها أنا دا أكذب أنا دا ألعب، راح تشوف ردة فعلها ساعتها، أكيد راح تعطيك بلوك. أتمنى النداء يوصل لبناتي، بناتي هذا كاذب، دا يكذب، كذاب. يا ولد هذا عمره 15 سنة دا يقدر يتزوج، شلون؟ وهو بعده بالثانوية. وين الزواج؟ لأنه حضرة جنابه مربي له شارب وعنده لحية، فمعناها يسوي اللي يريده، ما حد يقدر يحاكي، ما حد يقدر يوقف عند حده. ليش؟ أنا رجل.